بعد ما توقعنا الحمد لله دور المجموعات وجبنا 11 فرقة متأهلة من 16، وده رقم كبير. تقول لي بس المركز غلط، اقول لك ماليش فيه. انا توقعت ان ده هيتأهل وده هيتأهل وتأهل، انا بقى ماليش فيه في الباقي، ده طلع اول ده طلع تاني، فده والله مش ذنبي. فالنهارده انا جاي اقول لك الثمان متأهلين من دور ال 16 اللي هيطلعوا الثمانية المرة دي، خليشتا في 5 في دور المجموعات، لكن المرة دي ان شاء الله مش هنخيش ولا واحدة. يا ريت قبل ما نبدأ تحط لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله، ويلا بينا نشوف مين هم المتأهلين الثمانية. والله لو بدأنا يا أسطورة، أنت يا محترم يا راجل يا زي الفل، أنت راجل زي الفل على فكرة. والله هنبدأ بماتش ناميبيا وأنجولا. ماتش ما فيهوش كلام كتير، فرقتين أنا ما توقعتش أصلا إن هم يصعدوا، يعني أنا توقعت إن أنجولا هتطلع وناميبيا هتطلع، بس ما علينا، يعني إيه، الواحد دايما مش بيجيب كل حاجة صح والحاجات دي يعني. فلو قلنا منتخب أنجولا منتخب فاجئني، والله منتخب فاجئني حقيقي، منتخب بيلعب كورة، منتخب بيلعب كوره، وعنده مابولولو اللي كل ما يلعب ماتش حاجه محمد بصلح يا رجاله، مابولولو ب 7 مليون دولار يجيب جون، مابولولو ب 10 مليون، وهنفضل كده ان شاء الله لحد ما يخليه اغلى من ميسي مثلا ولا حاجه. بس يعني فمابولولو ومنتخب انجولا منتخب قوي، منتخب بيلعب كوره، منتخب كورته جميله، منتخب دفاعه صلب، يعني انك تسجل فيه جون مش حاجه سهله خالص، منتخب صاعد كأول مجموعته على منتخب زي الجزائر وعلى بوركينا فاسو وعلى منتخب زي موريتانيا كسبان ماتشين ومتعادل ماتش، فحاجه عظيمه جدا، منتخب قوي جدا. ف طبعا منتخب ناميبيا برضه منتخب كويس، بس هو كانت مجموعته تافهه يعني، معلش لما تونس تبقى بالاداء ده ومعاه جنوب افريقيا وكل حاجه ويصعد ثالث منطقيه شويه، فانا مش متهيألي ما بتهيأليش يعني ان كابتن بيتر شالوليلي ناوي يورينا حاجه، فلذلك اتوقع ان ناميبيا هتطلع وان انجولا هي اللي هتكمل. بالنسبه للماتش الثاني الكسبان منه هيلعب الكسبان من الماتش الاولاني، هو الكاميرون ونيجيريا. ماتش على الورق تقول إيه، الكاميرون نيجيريا منتخبين كبار، واه ده ماتش جامد وصعب ومش ممكن وبتاع، لا مفيش الكلام ده والله. يعني صراحة أنا أقول لك إن الكاميرون هتخسر بسهولة كمان، لأن نيجيريا منتخب بيقدم مش أفضل مستويات، هما المنتخبين الاتنين عاملين لحد دلوقتي مستويات زي القرف يعني، بس كمنتخب أنا شايف إن هو أقوى. لا نيجيريا تطلع الكاميرون تديها بوسة يلا بره، حرفيا الكاميرون بتقدم أداءات زي الزفت. فلو هتسألني فأنا أقول لك لا، إن نيجيريا هي اللي قادرة إن هي تطلع الكاميرون. بقى على الماتش التالت، ماتش كورة، ماتش كورة، ماتش هيبقى ماتش قوي، ماتش موريتانيا والراس الاخضر. طبعا انا لو جيت قبل ما البطوله تبدا قلت لك والله موريتانيا هتلاعب الراس الاخضر في دور ال 16، تقول لي يلا يلا اجري من هنا، حرفيا انت هتقول لي كده موريتانيا وراس اخضر ايه ده اللي يلعبوا مع بعض في دور 16 واللي يصعدوا اصلا واللي ماتشهم هيبقى حلو، لكن مفيش الكلام ده. راس الاخضر بتلعب كوره كوره كوره، عندهم بيبي ده اللي معدي ال 30 ما شاء الله اون فاير، وكمان منتخب زي موريتانيا بتشوف ازاي ان عنده اسلحه قويه جدا، ومنتخب بيقف. الثلاث ماتشات في المجموعه يا جماعه كسب الجزائر قدام انجولا وبوركينا فاسو خسران بالعافيه، بالعافيه خسران فرق جون حاجه كده، كان بيقدم مستويات عظيمه جدا منتخب موريتانيا. فمنتخب زي موريتانيا قدام منتخب راس الاخضر، منتخب راس الاخضر اللي كان متصدر مصر وغانا وموزمبيق، كان مقدم 3 ماتشات بيكسب 2 وبيتعادل قدام مصر، وهو ب7 لعيبه اساسيين ما بيلعبوش، منتخب بيحب يبني كرة على الارض، منتخب بيحب يلعب كرة، مش المنتخب اللي والله وقف ورا واستنى، لا ده انت قدام غانا زانق غانا طول الماتش. فلا منتخب كاب فيردي هيبقى منتخب عنيد، وانا شايف ان كاب فيردي وموريتانيا هيبقى ماتش حلو، ماتش تتفرج عليه، ماتش هيبقى كله كوره، فرقتين هيبقوا فاتحين وهيبقى ماتش عظمه على عظمه. بس في الاخر لو هتقول لي موريتانيا ولا كاب فيردي، اقول لك ان بشكل كبير كاب فيردي اللي هتصل، كاب فيردي كمان، خصوصا ان هو منتخب قوي ومنتخب بيقدم كرة حلوه. موريتانيا عندها اسلحه، لكن انا شايف ان كاب فيردي هتقدر تطلع موريتانيا وهي اللي هتعدي لدور الثمانيه. اخر ماتش اللي هو في الجزء ده في النص الاولاني اللي هو من النصين بتوع دور ال 16، مغرب وجنوب افريقيا. ماتش يعني المغرب هتصعد، يعني مع اصل جنوب افريقيا منتخب قوي ومنتخب كويس ومنتخب قدم دور مجموعات حلو وكل حاجه، بس المغرب في دور المجموعات كانت بتكسب على الرايق قوي، تحط الواحد وتفضل تضيع، ومزاجهم بص زي العين عنب، عارف بيلعبوا كوره للكوره، بس اللي هو يا باشا انا متمزج ناو حرفيا. المغرب بتمسك اي منتخب خد بص يلا روح شوف رايح فين. المغرب منتخب قوي، منتخب مش هيطلع الا فعلا لما يقابل منتخب قوي جدا، والاثنين بقى يبقوا صدام وبتاع لحد ما تشوف مين فيهم هيصعد، لكن في الاخر المغرب
جاست المغرب هتطلع طبعا منتخب جنوب افريقيا عشان تصعد للدور اللي بعده وتبقى في دور الثمانيه. خش بقى على النص الثاني اللي فيه السنغال وفي مصر وفي كوت ديفوار وفي حاجات حلوه قوي، يعني حاجات حلوه تحب تتفرج عليها. لكن لو هنبدا والله بماتش زي غينيا الاستوائيه وغينيا، ايه الاخوات، احنا والله اخوات كده كده، غينيوات في بعضينا يعني، وايه احنا اسره مع بعضينا. طبعا غينيا الاستوائيه وغينيا يعني ما تفهمش مين اصلا، ولا ده على مين، اي المهم يعني. فماتش انا مش هقدر اتنبأ لك فيه بحاجه، يعني الصراحه ماتش انت ما تفهمش غينيا صعدت ازاي اصلا، ولا غينيا الاستوائيه دي اللي هي كانت عاملاه في دور المجموعات والحاله الجامده موت ان هم بيتعادلوا مع نيجيريا ويكسبوا كوت ديفوار 4 ويكسبوا الماتش الاول بتاعهم ويقدموا دور مجموعات غريب اصلا. لو سالت اي غيني استوائي بيتفرج على الفيديو ده، هل انت شايف ان انت كنت قادر تعمل حاجه او قادر تصعد؟ هيقول لك لا، هيقول لك نو، ابسولوتلي نو برو، حرفيا اللي هو يعني ايه، احنا لو صعدنا احسن توالد تبقى انجاز. فمنتخب هيبقى منتخب غلس، واظن ان هو يطلع غينيا، لان كوره غينيا الاستوائيه كوره حلوه، عندهم الهداف البطوله، عندهم عناصر كويسه، عندهم مشروع باين ان هم فرقه جايه تعمل حاجه فعلا. غينيا والله ايه، غينيا نابي كيتا بس، يعني انا ما اعرفش حقيقي حد نابي كيتا والايلايش موريبا ده اللي لعب في برشلونه موسم، حط كره في العارضه في ريال مدريد وبعدها اتشرط واتمرد وبتاع، وبعدها قالوا له يلا يا عم بالسلامه، طلع على اللايف الواد ده. يعني الصراحه ان غينيا الاستوائيه هتطلع، غينيا الاستوائيه هتصعد ومكمله معانا لسه شويه. الكسبان من هنا بقى هيلاعب مين يا حلوين؟ هيلاعب الكسبان من مصر والكونجو الديمقراطيه. يا رب، يعني يا رب احنا لحد دلوقتي لحد نص النهائي هي متسهله، عارف اللي هو ايه، ماشيه مش زي النسخه اللي فاتت، عارف اللي هو ربنا رؤوف بينا قوي، وعارف ان احنا تعبانين قوي، عارف اللي هو ايه، متسهله، وهنلعب الكونجو وبعدها الكسبان من غينيا وبتاع. بس لو انت وصلت لحد هنا يعني، لايك اشتراك في القناه، حط انت ظبط دنيتك كده وخليك حلو معانا يعني. فمنتخب مصر ومنتخب الكونجو الديمقراطيه، منتخب الكونجو الديمقراطيه اللي صاعد بنفس الثلاث نقط اللي احنا صعدنا بيهم، حاجه كده، واحنا صاعدين بنفس الثلاث نقط، احنا صاعدين مركز ثاني وهو صاعد مركز ثاني، حاجه كده قمه العبث، ماتش ما بين العبث. لكن هتقول لي كونجو الديمقراطيه هل هو فريق وحش؟ اقول لك لا. انت لو اتفرجت على ماتش الكونجو والمغرب، الكونجو كانت تكسب المغرب، تكسبها 3-4، معلش يعني ده مضيعين فرص غريبه جدا. فهو منتخب هجوميا قوي، هجوميا محترم، هجوميا كويس، بس بيخش فيه جوان، وده كويس لان احنا بنعرف نجيب جوان، بس بيخش فيها جوان برضه. فعارف هو ماتش انت ما تقدرش تتنبأ له بحاجه، مثلا ممكن يخلص 5-4 16-8 مثلا، يخشوا يروحوا ضربات جزاء، نفضل نشوط لحد الصبح حرفيا، ما انت ما تفهمش الماتش ده، ما تقدرش تتنبأ له بحاجه. لكن الواحد عنده امل في اتنين، والله كابتن محمود تريزيجيه وكابتن مصطفى محمد، الاثنين الفردتين التقال في الهجوم. عمر مرموش على فترات، عندك برضو واحد زي زيزو يا رب يرجع لمستواه، امام عاشور غالبا مش هيرجع بسبب الارتجاج اللي حصل له. فانت عندك عناصر قويه جدا، عندك احسن عناصر داخل افريقيا، عناصر كلها من الاهلي اللي هو واخد افريقيا اخر 4 سنين واخدها 3. عندك احسن 2 لعيبه في الزمالك، فتوح وزيزو. عندك ناس من بره، عندك مصطفى محمد، عندك ناحيه الشمال عمر مرموش، لعيبه اوروبا دلوقتي بتتخانق عليها والله، وانا عايز ده وانا عايز ده. كان عندك حارس مرمى زي الشناوي، هو كان طبعا زي الزفت، بس دلوقتي ابو جبل هنشوف هيقدر يقدم لنا ايه. لكن انت مشكلتك كلها في الدفاع يا جماعه، حجازي ما يلعبش، ابوس ايدك يا فيتوريا، يا فيتوريا ما ينفعش يلعب والله يا ابني، ما ينفعش. ده لو معمول له كارت فيفا سرعته هتبقى في ال 19 مثلا، ولا سرعته هتبقى 18. مش ممكن يا جماعه اللعيب يبقى بعيد عنه ب 16 متر بيزوق الكره ويجري وراها بيعدي، ما هو ما فيش كده، ما فيش كده والله، مش كده يا كابتن حجازي، يا كابتن حجازي ارحمنا. لكن انت لو هتسالني مين هيصعد، هحب اقول لك ان شاء الله مصر هتصعد، وده والله مش اماني يعني، لا بالكوره، والمفروض العناصر وكل حاجه مصر تصعد، مصر تصعد، والفرقتين بيقدموا نفس الاداء، داخل فيهم اجوان كتير، بيحطوا جوان كتير، طالعين ب3 نقط في المركز الثاني، فهم نفس الحال. فهتقول لي مين هيصعد، انا اقول لك مصر ان شاء الله باذن واحد احد يعني يصعد، وبعدين ان شاء الله نشوف هنعمل ايه قدام غينيا الاستوائيه اللي هتصعد برضه، انا متوقع انها تصعد، وبعدها تشوف بقى الجنب الثاني هيجي لنا منه مين. مباراتين معانا، مباراه السنغال وساحل العاج، السنغال هتصعد وانا مش هتكلم في الماتش ده. ساحل العاج يا جماعه في مجموعته غينيا الاستوائيه اديته بالجزمه اللي هو فعصته زي البورس، ونيجيريا برضو نفس الفكره. فانت هتقول لي ايه يعني، السنغال هتنزل تديله 3-4 شكرا يلا شكرا، ما هيروحوا فين هم من هنا اصلا، فيعني ايه حتى في بيتهم يعني. وبوركينا فاسو، ولو نسيت تشترك في القناه وتحط لايك يا ريت تعملهم، هيبقى ماتش كويس، هيبقى ماتش ممتع، هيبقى ماتش فيه كوره، لان منتخب مالي انا براهن ان ده منتخب قوي، منتخب مالي يا جماعه عنده عناصر تقيله،
عناصر تقيله، منتخب في كل مركز عنده عنصر او اتنين بيلعبوا في اوروبا، عنده عناصر كويسه. بوركينا فاسو كمان في المجموعات صعدت تاني برضه كده، كان المفروض الجزائر هي اللي تصعد يعني، لكن الجزائر كانت مقدمه مستوى سيء جدا. بس بوركينا فاسو برضه انا بشوف ان هو منتخب مش قوي يا جماعه، بشوف ان هو منتخب يعني هجومه كويس بس برضه لسه، يعني برضه مش المنتخب اللي يطلع مالي. يعني اشوف ان مالي هتقدر تتفوق على بوركينا فاسو بشكل كبير وتطلعها عشان تلعب السنغال وتطلع بكل سهوله. السنغال توصل نص نهائي، مصر تلعب غينيا الاستوائيه. مش عارف بقى، مش عارف لان غينيا الاستوائيه بتقدم مستويات جامده جدا، فواحد فيهم والله يكسب ويطلع يلعب السنغال، وده نص النهائي. الناحيه دي، الناحيه الثانيه بقى والله ممكن يبقى فيها كلام، لكن ده الناحيه دي ايه خلصانه. فده كان توقعاتي للمتاهلين الثمانيه من دور ال 16. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. سلام يا معلم.